السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزه اكلمكم النهارده على اتنين ليف ان مشهورين جدا جدا، اشهر من نار على العالم زي ما بيقولوا. الاتنين دول سترونج فيل اهو، ده وشه وافريكانو. طيب، اول اللي انا جبته الاول ده بصراحه، ده كان كل البنات بيتكلموا عنه وعاملين له ضجه فظيعه، واللي هو اشتريه بيرطب الشعر وبيهدي الهيشان والكلام ده كله. فانا جبته على اساس يوتيوبر معينه كنت متابعاها، بثق في كلامها قوي. هل هي بتغشنا مثلا؟ لا طبعا، مش شرط ان يعني لا، مش عايزين نحط ان هي مش حلوه. هي ممكن تكون طبيعه شعرها غير طبيعه شعري، بس انا حسيت من كلامها ان يمكن يناسبني، فجبته. لقيته تقيل جدا جدا، تقيل قوي قوي. يعني مش عارفه تشوفه ولا لا، تقيل قوي، حتى بيخرج من العلبه بصعوبه. فاما استعملته على شعري، انا شفته على طول عرفت ان هو يبقى ايه يعني على شعري وكده. طبعا هو مكتوب ان انت ممكن تحطيه على فروه راسك، اوعوا تعملوا كده يا جماعه. فروه الراس دي حساسه جدا جدا جدا، ما ينفعش تحط عليها غير مثلا لوشنات فقط لا غير، او زيوت. طبعا انا ضد الزيوت، بس في ناس بتقول لك مثلا انا شعري بيجي على الزيوت والكلام ده، والزيوت حلوه معايا. خلاص انت شايفه كده، شعرك ما بيوقعش، شعرك ما بينشفش، شعرك ما بيتاثرش، خلاص امشي مع الزيوت عادي. لكن انا كصفا لا، زيوت لا. فبالنسبه لي حطيته على شعري عشان يهديه ويغذيه والكلام، لانه فيه مغذيات كتيره قوي. انتوا بقروها يا جماعه، لان انا مش هعرف اقرا دلوقتي عشان نظري ضعيف دلوقتي، فمش عارفه اقرا دلوقتي حاليا. انا بديكم بقى الخلاصه بتاعت حلو ولا وحش. اصل هو فيه مكونات كتيره قوي. هل المكونات الكتيره دي قوي شفعت له ان هو اشتريه تاني او احبه او كده؟ لا طبعا، ما شفعتلوش. انا بالنسبه لي حطيته على شعري بعد ما تكوني غسلت شعرك غسله حلوه. بتكوني شعرك مندي مندي يا جماعه، مش بينقط ميه ولا بينزل ميه كتير كده، مندي. حطي نقطه مش صغيره، ما تكتريش. انا حطيت نقطه كبيره وقلت يمكن، حطيت نقطه صغيره وقلت يمكن. دي كده بديله فرص يا جماعه، المنتج بديله فرصه واتنين وعشرة يا جماعه، مش بحكم عليه كده خالص، لا طبعا. فحطيته، لفيت شعري طاقية او دوامه، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه في بلدكم بقى، او في لغتكم يعني. فانا بعد بقى خلاص بنزل شعري كده، لقيته ملزق. ودي اكتر حاجه انا بكرهها في حياتي، التلزيق. تلزيق خلاص، انت كده خدت كروس، علمت عليك، انت مش حبيبي، انت هديك لاي حد. ماشي. فده بالنسبه لي، هشتريه تاني ولا لا؟ لا طبعا خالص خالص، خاصه ان انا لقيت البديل. أم، يا جماعه، انا قلت لكم قبل كده ان انا شعري هايش نوعا ما، مصبوغ، عاملاه معالج مش عارفه اسمه، قالت لي طبعا اسم المعالج مش عارفه كافيار ولا ايه. متهالك شويه من الصبغه الكلام ده، فمحتاجه حاجات ترطبه، محتاجه حاجات فيها مواد حلوه. اي نعم، هو في مواد حلوه وحاجات كتير قوي كويسه جدا يعني، هو كمنتج حلو لبعض الناس، لكن انا ناسبني لا. لقيته ملزق لي شعري، منيم لي شعري، مخليهولي يا جماعه. عارفه لما يكون تمسكي الشعر تعمليه كده فتلاقيه واقف، اللي هو لا مش عامل كده، لا طبعا انا ما حبيتش كده الحركه دي خالص. فعمري ما اشتريتها نهائي. نخش بقى على افريكانا. ده برضه كنت جايباه في العروض، كان تقريبا ب 100 حاجه و20، 123 اه يا جماعه. آه، لما جربته لقيته طبعا الملمس بتاعه والقوام بتاعه احلى. بصوا، حتى بيخرج بسهوله شويه عن التاني. القوام بتاعه حلو جدا، حبيته. حطيته على شعري بعد ما غسلت شعري ولفيت شعري بقى، بفك شعري بقى، لقيت بقى برضه شعري حلو جدا جدا، مش ملزق. مش ملزق يا جماعه، انا كلمه تلزيق دي يعني بحس ان انا كل ملزقه. فمش ملزق دي خلاص كده. انا بالنسبه لي ان شاء الله كده هعتمده، هشتريه تاني. هستمر عليه برضه فتره. عجبني جدا جدا جدا. ده كان ب 185 حاجه كده او 200، في الرينج ده. فكنت جايباه من الصيدليه بصراحه. ده جبته من البيدج بتاعتهم عادي. كنت جايبه معاه كذا حاجه في الفيديو اللي فات قلت لكم عليهم يعني. فدول باختصار كده يعني. ده حلو. في حاجه كمان، ده ريحته حلوه قوي قوي، ريحته حلوه للشعر. ده ريحته كأنه، عارفه لما تكوني حاجه طبيه. ده مش قصدي ان هو عيب فيه يعني، بس لما تكون حاجه طبيه بالذات انت بتطمني اكتر ان هو حاجات طبيه، مش حاجات بقى اللي هي فيها روايح وفيها كحول وفيها اللي هي البرفانات والكلام ده، لانها حاجات بتضر الشعر. افريكانا ماركه معروفه، مش انا اللي اتكلم عنها يعني، كلكم عارفينها. فهي الحاجات اللي فيها كلها ما بتضرش الشعر، حلو. فده الريحه بالنسبه ريحته، لا ما قلتش ان هو لا مش حلو او مش هستعمله اصل ريحته مش حلوه، لا ما قلتش الكلمه دي خالص. عشان قوامه تقيل جدا. تاخدي نقطه كبيره ملزق، نقطه صغيره ملزق، مش حلو، ما عجبنيش. ده بقى عملت ايه بقى؟ عملت فيه حركه كده، اول رطبت شعري ولفيته الكلام ده كله. بعد كده بعد ما نشف لقيته ده الاختبار يا جماعه. اول حاجه، حطيه لوحده، حطيه لوحده، ما تحطيش مثلا معاه سيرم او كريم تاني او كده. حتى لو انت متعوده على كده، جربي المنتج اول ما تشتريه، جربيه الاول لوحده. اما حطيته وبعدين فكيت شعري لقيته حلو كده، واسمها ايه، سايب من بعضه كده، مش ملزق وعامل كده لا.
بعد ما عملت بقى كده قمت جايه بقى طبعا عملت اللي هو سوبر ترتيب، قمت جايه حاطه نقطه السيرم بقى، نقطه السيرم ولفيته على الناحيه التانيه. فبافرد شعري بقى لقيته جميل جدًا، جدًا، مش ملزق، حبيته. حاجة زي دي مثلًا يا جماعة تحافظ على الشعر من التقصُّف، من الهيشان، الكلام ده كلّه. ف ده هادّي له كام؟ ده هادّي له 4/10، 5/10 لإن هو مكوناته حلوة وكل حاجة، بس ما يناسبنيش يعني 5/10 مكوناته حلوة يا جماعة، مش عايزين نظلم الحاجة، يعني 5/10 ليّا، ممكن يبقى لواحدة تانية 9/10. ده بالنسبة لي برضه أدّي له يعني 9/10، 9.5، حلو جدًا، جدًا. وزي ما قُلت لكم أنا مش بادّي أي منتج 10/10 لإن أنا عارفة إن في حاجة تانية هتطلع، يعني أنتم عارفين دلوقتي الشركات بتتسابق إن هي تطلّع منتج جميل، منتج مناسب لشعرِك. وفعلًا ابتديت إن أنا الفترة دي ألاقي منتجات كتيرة جدًا بتناسبني عن فترة من سنتين 3، 4 كده، ما كنتش بالاقي منتجات خالص يعني، حتى كنت بالجأ للزيوت، والزيوت تقصّف لي شعري وتوقّع لي شعري والكلام ده كلّه. فأنا I love it، حبيته أوي، أوي، هاكرره تاني. حتى لو لقيت حاجة تانية حلوة برضه هاكرره يبقى عندي على التسريحة بتاعتي. فاللي عايز يجربه يا جماعة يجربه على ضمانتي، ده بقى على ضمانتي. بس وخلي بالكم ده السايز الصغير، في سايز أكبر اللي هو 500 مللي، ده 225 مللي. قلت لكم سعره طبعا. طبيعة شعر تاني يا جماعة يعتبر مصبوغ، معالج، عاملة له تريتمنت، متقصف، هايش، عشان برضو الصبغة عليها عامل كبير قوي ان هي بتخلي الشعر مش حلو وكده. ف وشعري مش تقيل قوي، فبيهيش. فاحنا عايزين ننيمه نخليه محترم كده. ده عمل لي كده، ده عمل لي كده، بس التلزيقة طبعا، التلزيقة لا لا لا. طبعا عرفتوا انا عندي مشكلة حياتي التلزيقة. انت بتلزق يا حبيبي مهما كانت مكوناتك فيها ايه، انت مش حبيبي خلاص، انت مش بتلزق، انت حبيبي. فاهمين؟ ف يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وطلعتوا بأي معلومة. وإن شاء الله استنوني في حاجات تانية إن شاء الله جميلة برضو. وبس اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا لي تعليق، عرفوني انتوا شفتوا الفيديو او الفيديو وصل لكم. لو في اي حاجة مش عاجباكم في الفيديو قولوا لي كده، يعني نقد بناء بناء يا جماعة. ما تلطشونيش كده بتاع ده اهو. مثلا تعليق يجيب لي الضغط، لا يا جماعة، يعني بالراحة عليا، ادوني تعليق حلو ظريف كده، وقولوا لي رأيكم في الفيديو. ولو انتم مجربينه قولوا له برضه. مع السلامة، باي باي.